أخواني أخواتي متابعينا الكرام، الآن بدأ المنخفض الجوي على سنجار والموصل وأدهوك وشيلازي مع فلوج وقلعة دزة والسليمانية أمطار وفلوج، وعلى سرفلا وقارد دكرم وأمطار شمال الشرقات لكن خفيفة. مع ساعات الخامسة الأمطار تتراجع وتبقى على الموصل وشيلازي، هذه أمطار. ثم مع ساعات الصباح أمطار، عودة الأمطار على بغداد والكوت، وعلى هنا على سنجار وأبو جود، مع الأمطار أمطار رعدية وعاصفية على الموصل سنجار أبو جد، وهنا أمطار على السمراء وبصيدة أمطار. وعلى هذا الأمطار تصبح قوية وطوفانية، أمطار رعدية على السنجار والموصل والشرقات والصخرمات والسليمانية وهنا. ثم الأمطار تصبح شاملة وتصل إلى سمراء وبغداد وكركوك وشمال بغداد، وهنا على الكوت السليمانية منخفض جوي يستمر حتى يوم، ثم يتقدم يوم الثلاثاء منخفض جوي يشمل تكريت وأمطار رعدية على كركوك والشرقات، وهنا مناطق هي الرطبة. ثم تتراجع الأمطار وتصبح الأجواء صافية، ثم يتقدم منخفض جوي جديد سنتابعه خلال الأيام المقبلة، ثم تصحى الأجواء. أما التراكم الأمطار فهو جيد. أما الثلوج الجديدة، تعود الثلوج إلى المناطق. وشكرا لكم وتابعوني ودمتم.